الدنيا كانت بتتجفل حواليه، أهل جميلة ضده، وصفية بتحاربه، وأمه مخنوقة منه. في وقت ما كان الليل بيحكي حكاياته، في قرى بعيدة وبيوت من طين، كان كل بيت فيه سر، وكل حكاية وراها عبرة. تعال معايا نفتح كتاب الزمن ونسمع حكايات الجدود في قناة حكايات زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ما يفوتكش ولا حكاية من عدى أسبوع وحسن لسه مش قادر ينسى جميلة. كل يوم بيقوم بدري ويروح الغيط، مش علشان الشغل، لا، علشان يمكن يشوفها ماشية تاني. كان بيختبي ورا شجرة التوت اللي شافها عندها أول مرة وبيراقب الطريق. وفي يوم كانت ماشية لوحدها، قلبه دق بسرعة، قرب منها وقال: السلام عليكم. بصت له بخجل وردت: وعليكم السلام، انت مش من هنا؟ قال: أنا حسن من البلد اللي ورا التل، شفتك مرة ومن ساعتها قلبي مش طايل النوم. اتوترت شوية بس ابتسمت وقالت: الدنيا صغيرة قوي يا حسن. فضلوا يتكلموا شوية، كلمات قليلة بس كلها صدق. من بعدها بقت كل ما تشوفه تبتسم وهو قلبه يرقص فرح. لكن الفرحة دي ما طولتش. أبوها الحج نجيب شافهم مرة بيتكلموا، وشه اتغير، رجع البيت وقالها بصوت عالي: انت بتكلمي مين يا جميلة؟ قالت له: شاب محترم اسمه حسن. صرخ وقال: محترم ايه؟ ده فلاح غلبان، لا له أرض ولا له أصل زي الناس. بس يا بوي ده إنسان طيب وأنا بتكلم معه. انت هتختاري لنفسك، أنا اللي أقول تتجوزي مين. وفي نفس الوقت حسن كان بيتعرض لضغط تاني. أمه كانت دايما تقوله: يا واد كفاية، أحلام بنت خالتك صفية بتحبك وسايبة العرسان مستنياك. لكن حسن دماغه كانت مع واحدة بس، جميلة. صفية بقت تحقد عليه، لما شافت نظراته اتغيرت بقت ترمي كلام يوجعه: اللي يسيب لحمه ويدور على عظم غيره عمره ما يشبع. وكانت بتنقل لأمه كلام تقول فيه إن حسن بيكلم بنات علشان توجعه في عينها. الدنيا كانت بتتجفل حواليه، أهل جميلة ضده، وصفية بتحاربه، وأمه مخنوقة منه. لكن هو ما استسلمش، قرر يغير حياته. قال لنفسه: لو هتكسب قلبها يبقى لازم تكون راجل قد كلمتك. مش هروح لها وأنا فاضل جيب، هروح لها وأنا واقف على رجلي، راجل يعتمد عليه. ومن هنا بدأت نار التحدي تولع. وانتظروا الجزء الثالث بكرة إن شاء الله. وكانت دي حكايتنا النهاردة من حكايات زمان. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من حكاياتنا القديمة. نشوفكوا في الحكاية الجاية، في أمان الله. ولو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي.